الآن راح أثبت لكم بشكل قاطع إنه الله غير موجود. فهاي إيدي أمامكم. فيا أيها الإله، أنا راح أعطيك إنذار نهائي. اقطع هاي الإيد خلال 5 دقائق. فإذا قطعتها فأنت موجود، وإذا ما قطعتها فأنت غير موجود. وهاي كل الناس شاهدين. فيا أنا أولا لابد أن نعرف أن الله عز وجل ليس له اندفاع أو عاطفة مثل اندفاع البشر. يعني أنت كبشر عندك عاطفة واندفاع، الله عز وجل ليس مثلك، لأن الله عز وجل قال: الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مثل إن جاء لك طفل وقال لك، يعني هذا الطفل: خذ هذا السكين، إن ضربتني بها فأنت قوي، وإن لم تضربني بها فأنت ضعيف. فهتعمل ايه؟ هتضربه بيها؟ لا طبعا، ده طفل تفكيره محدود، تفكيره ضيق. أي نحن كبشر التفكير بتاعنا يا جماعة تفكير ضيق، تفكير محدود. مثلا إن ذهبت إلى عالم من علماء الكيمياء وقلت له: لو قلت لي أن ما هو رمز الماء، فأنت مجنون. يعني أنت رايح لعالم كيمياء تقول له ما هو رمز الماء، فإن أجبتني فأنت قوي وأنت ما شاء الله عليك، وإن لم تجبني فأنت ضعيف. انت رايح لمين؟ انت رايح لعالم كيمياء. فالناس تقول لك ايه؟ انت مجنون يا ابني، انت رايح لعالم كيمياء تسأله في رمز الماء. والحاجة اللي لازم تعرفها ان الله عز وجل لا ينتقم لنفسه. ربنا يا جماعة ما ينتقمش لنفسه. مثلا شخص عمل لي حاجة فانا منتظر بقى انه ده انا ربنا هيموته، ربنا هيعمل له لا، الله عز وجل لا ينتقم لنفسه. الله عز وجل حكيم بصير عليم، ليس مثل البشر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار فيسبق عليه الكتاب، ليس بينه وبين النار إلا مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. المعنى إيه يا جماعة؟ إن ممكن الراجل اللي قال كده في المؤتمر ده ممكن يكون طول حياته عمال يعمل بعمل أهل النار، لكن سبحان الله يتغير الأقدار ويهتدي. فالله عز وجل يمهله ليهتدي. وفي المقابل أن شخصا آخر يعمل بعمل أهل الجنة حتى أن يكون بينه وبينها ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. رجل طول حياته شايفه ما شاء الله عليه يعمل بعمل أهل الجنة، وفجأة واحدة تلاقيه عمل بعمل أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. مثال يا جماعة، مثلا خالد بن الوليد لو شفته قبل ما يأسلم هتقول عليه ايه؟ وربنا ما ينتهمش منه ليه؟ عمال يقتل في المسلمين ليه؟ عمال. لكن سبحان الله خالد بن الوليد اهتدى. فسبحان الله انظر ماذا فعل لخدمة دين الإسلام. فاحنا يا جماعة ما نحكمش بالعاطفة بتاعتنا والتفكير الضيق بتاعنا. بالله عليكم بقى تشاركوا المقطع ده، عشان في ناس كتير جدا عندها شبهات، وبالذات في الشبهة دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.